في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي تلاقي شغل كصيدلي في المانيا. لو انت صيدلي بتعمل معادله فانت محتاج تلاقي شغل بسرعه علشان تصرف على نفسك وتاخد خبره. وناس كتير مؤخرا بيشتكوا ان هم بياخدوا شهور علشان يلاقوا فرصه. عشان كده مش بس هقول لك من خبرتي ازاي انك تقدم باحترافيه على وظائف عشان تضاعف فرص قبولك اكتر من اي حد تاني، بس كمان كل الاخطاء اللي معظم الناس بتقع فيها وهي بتقدم على وظائف علشان انت تتجنبها وتبدا اول خطوه في الكارير بتاعك. لا اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين. اشتغلت فيهم في 3 ولايات مختلفه، بدات من صيدلي تحت التدريب لحد ما بقيت مدير صيدليه، وكنت في يوم من الايام من الناس المسؤوله ان هي تعين الموظفين الجداد. عشان كده انا عارف ايه الاحساس بتاع البدايه من الصفر زيك، وعايز انقل لك ده علشان اختصر عليك الطريق. طيب هنفترض ان انت ربنا كرمك ونجحت في اول امتحان اللي هو امتحان اللغه الطبيه، ودلوقتي بتدور على شغل كصيدلي تحت الاشراف. اللي انت هتعمله ان انت هتخش على موقع نقابه الصيادله بتاعه الولايه اللي انت بتعمل فيها المعادله بتاعتك. هو في موقع لكل نقابه صيادله في دول، وكل موقع فيهم في بنك لكل الاعلانات بتاعت الوظائف اللي بتنزل. فانت مش محتاج ان انت تقعد تدور على الوظائف اللي بتنزل في مواقع التوظيف المشهوره، علشان الصيدليات ما بيعملوش اعلانات بتاعتهم هناك، او على الاقل يعني 90% من الصيدليات يعملوا الاعلانات بتاعتهم على المواقع بتاعت النقابه دي، عشان بالنسبه لهم يعني اوفر، والناس كلها عارفه ان احنا لما نيجي ندور على شغل هنروح هناك. فاللي انت تعمله ان انت هتخش على موقع النقابه بتاعت الصيادله الخاصه بيك، تكتب كده في جوجل يعني ابوتيكا كاما اللي هي نقابه الصيادله واسم الولايه بتاعتك. هتلاقي هنا كده دي الصفحه اللي مكتوب فيها شتاين انجبوتا او جوب اوفرز او اعلانات توظيف. فلما انت بس يعني اخدنا على سبيل المثال هنا نقابه نورد راين دي اللي هي شمال الراين، احدى الولايات في المانيا. فعلى افتراض ان انت بتعمل المعادله بتاعتك هناك، فتقدر ان انت تدور على شغل في نقابه نورد راين. نتيجي هنا تختار التخصص او يعني المؤهل بتاعك، ودي هنا حاجه مهمه علشان في ناس كتير ما بتاخدش بالها هي المفروض تدور على ايه، او يعني الاعلانات بتاعت مين بالظبط. انت وضعك دلوقتي مش صيدلي، يعني ما تختارش مثلا هنا ابوتيكا، ولكن تختار بي تي ده ليه؟ علشان هو معظم الاعلانات بتاعت التوظيف اللي بتنزل هو بيدور على مساعد صيدلي، بس انت ممكن تشتغل الوظيفه دي، وانت بالنسبه لصاحب الصيدليه ممكن تبقى بالنسبه له حتى اختيار افضل، علشان انت هتاخد مرتب اقل من مساعد صيدلي وانت تعمل نفس المهام بتاعته تقريبا. يعني انت بتشتغل برضه تحت الاشراف زي مساعد الصيدلي، تاخد مرتب اقل. فانت ممكن تقدم على الوظائف اللي هم ممكن يكونوا عايزين بي تي او مساعد صيدلي، علشان نادر جدا لما حد بيبقى منزل اعلان وظيفه بيقول انا عايز صيدلي تحت الاشراف. يعني بدور تحديدا على واحد في المرحله دي، اللي هو واحد جاي من بره المانيا ولسه بيعمل المعادله بتاعته بس لسه ما خلص، ده قليل. في صيدليات بيبقوا عايزين ياخدوا حد متدرب اللي هو طالب صيدله وبيعمل سنه التدريب بتاعته. لو انت بصيت هنا في القائمه هتلاقيها ده اللي هو اسمه فيب او فارماسي براكتيكانت او فارماسويت ان براكتيكوم. بس من خبرتي انت لو بتقدم على الاعلانات اللي هم عايزين حد فيها بي تي الابلكيشن بتاعك هيتبص فيه وممكن يعملوا معاك انترفيو. ودي كانت الحاله بتاعتي لما انا كنت في المرحله بتاعتك ديت. لما انا كنت بقدم على وظيفه كنت بقدم على كل الاعلانات اللي طالبين سواء متدرب او مساعد صيدلي، وكل الانترفيوهات اللي كنت عملتها كان هم محتاجين بالفعل مساعد صيدلي. الوظيفه اللي خدتها كانت كده برضه. وعلى فكره لو انت صيدلي وقربت تحضر نفسك لامتحان اللغه الطبيه، امتحان الفخ، احنا بنعمل برنامج مكثف عشان نساعدك تنجح في الامتحان ده بسهوله وتلاقي اول وظيفه ليك في المانيا. هسيب لك اللينك تحت الفيديو، ممكن تبعت لي. فتيجي هنا كده دوس يعني اعرض النتائج، فتلاقي اعلانات وظائف كتيره جدا. ما تخش على كل وظيفه فيها هتلاقي التفاصيل بتاعت فين الصيدليه، احنا عايزين حد يشتغل قد ايه، يعني كام ساعه في الاسبوع، سواء مثلا دوام جزئي او دوام كلي، والمرتب والشخص اللي بيقدم عندنا، وهكذا. معظم الصيدليات ببساطه يعني هم بيبقوا عايزين كريتيريا او يعني شكل موظف واحد، يعني مش بعيد عن بعض. الحاجات اللي بتختلف ساعات العمل اللي ممكن ما تبقاش مناسبه ليك قوي، المهام اللي هيشيلها. مثلا مساعد الصيدلي ده بيشتغل كتير في المعمل، فهم ممكن يكونوا بيدوروا على حد تحديدا يكون عنده خبره او هيعرف ان هو يشتغل في المعمل على طول، يعمل تحضيرات وحاجات زي كده. القاعده الاساسيه انت عشان تلاقي شغل بسهوله في الاول ان انت يبقى عندك مرونه في حاجتين اساسيين: مواعيد العمل، ان انت تشتغل مثلا ايام مختلفه، ما تبقاش عندك يعني تفضيلات كتير قوي ان انت تشتغل ساعات قليله او ساعات معينه او لا، والمكان بتاع العمل، علشان كل ما انت كنت عندك مرونه ان انت مثلا تشتغل في مدينه مش نفس المدينه اللي انت فيها، بس انت ممكن تنقل لها مثلا لفتره مؤقته. دي الحاجتين الاساسيين اللي غالبا هتبقى انت محتاجهم علشان في الاخر تلاقي اول وظيفه ليك. وخليك اخد في بالك ان انت في الاول دي وظيفه مؤقته. الوظيفه المؤقته دي عمرها ما هتطول مثلا اكتر من سنه في الاول، بس انت محتاجها اكتر ما هم محتاجينك على الاقل في المرحله دي. طول ما انت في بالك يعني الحاجه دي هتبقى عندك اكبر فرصه ان انت تلاقي شغل بسرعه، تتعلم في المكان اللي انت هتبدا تشتغل فيه ده، وتعرف ان انت تقف على رجلك في المستقبل. عشان هو الهدف ان انت ولا انت تعمل فلوس ولا ان انت يعني يبقى عندك راحه كبيره في الاول، لا، الهدف ان انت تخلص المعادله بسرعه، تخلصها ان انت تتعلم كويس في المكان اللي انت هتشتغل فيه، وتبقى عارف تصرف على نفسك، ميبقاش عندك ضغط مادي. والحاجتين دول هيتحققوا لما انت تشتغل
بسرعه في مكان مناسب. مكان مناسب ده يعني اللي هو في شغل من الاخر، تعرف ان انت تلاقي فرصتك ان انت تتعلم لحد ما تخلص المعادله بسرعه. الموضوع ببساطه جدا يعني، والكلام ده يبدو يعني بديهي ليك، بس انا شفت ناس كتير جدا من الصيادله اللي بيعملوا هنا معادله ما بيبقاش واخدين بالهم من الكلام ده وبيتعبوا في الاول بسبب الحاجات دي. طيب لما انت جمعت الاعلانات وهتبدا تدور عليها واحده واحده، ازاي انا اعمل ابلكيشن بطريقه احترافيه يتقبل من اول مره، او على الاقل الشخص اللي يقراه يشوف ان انا تعبت في التقديم ويدعوني للمقابله حتى لو ما خدتش الوظيفه. لو انت ما بتعرفش لحد المرحله دي ازاي تعمل سي في الماني، التقديم على الوظيفه بيحتاج حاجتين اساسيين: السيره الذاتيه والكفر ليتر او الانشرايبن بالالماني. السيره الذاتيه في طرق مختلفه تعملها بيها، بس الابسط واللي بيستوفي الشروط بتاعت السيره الذاتيه بالنظام الالماني هي اللي اقولها لك دلوقتي. في موقع ده احسن موقع انا شايفه يعني بيعمل سيره ذاتيه، عشان هو بسيط وبيقدم لك قوالب مختلفه وتقدر تعدل فيه براحتك. هتيجي على الموقع ده اسمه فلو سي في، وبعد كده هتخش تختار السي في. الموقع ده مجاني تماما، وده يعني اعلان غير مدفوع، ده الموقع اللي انا بستخدمه شخصيا لما باجي اقدم على وظائف. فانت تخش على الموقع، بعد كده هتعمل هنا السي في، سواء ان انت تستورد ملف كان عندك قديم او انت تعمله من البدايه. انت هتختار من القوالب قالب بسيط جدا اللي هو اسمه اكزيكتيف، اللي هو شكله عامل زي كده بالظبط. ده مثال السي في، يعني المعلومات اللي فيه كلها دي يعني مش معلومات شخصيه، بس ده بالظبط الشكل بتاع السيره الذاتيه اللي انت المفروض تعملها. يبقى بالبساطه دي لونين بس، ابيض واسود، مفيش لعب وبهرجه وحاجات من دي. تحط فيه صوره، والصوره دي تبقى بروفيشنال. لو ما عندكش صوره احترافيه النهارده ممكن تعمل ده بالذكاء الاصطناعي. خد اي صوره ليك انت مصورها يعني تكون كويسه، او يعني الجزء بتاع الوش بتاعك كويس، ارفعها لتشات جي بي تي واديله بس برومت بسيط: اعمل لي لينكد ان ستايل فوتو. هيطلع لك صوره زي دي تقدر تحطها في السيره الذاتيه بتاعتك. الصوره في السيره الذاتيه مش اجباري، بس وجود صوره في السيره الذاتيه عمليا بيعلي فرصك كتير ان اللي بيشوف السيره الذاتيه دي يكلمك ولا لا. وفي دراسات في الموضوع ده، وانا كمان يعني من خبرتي انا كنت بشوف شخصيا سيفيهات كتير لما كان بيبقى عندنا وظائف شاغره، وكنت بشوف المدير بتاعي بيقرر بيكلم مين وما يكلمش مين. ومعظم الناس اللي كانوا بيبقوا عاملين سيره ذاتيه بصوره كان بيبقى عندهم فرص اعلى بشكل عام. الجزء اللي في النص ده الجزء اللي هو اسمه بروفيل او الملخص بتاعك. انت بتكتب في 3-4 سطور يعني مش اكتر من كده: انت مين، ايه خبرتك، وليه انت حد كويس ان احنا ناخدك للوظيفه دي. الجزء ده اول جزء بيتقرا، وهو السي في كله يعني بيتفرج كده في 30 ثانيه. فاللي انت بتعمله ان انت بتعمل الجزء ده جينيريك، يعني انت تقدر تستخدمه في اي اعلان وظيفه، مش لازم ان انت تظبطه على الاعلان بتاع الوظيفه دي، عشان كل الصيدليات هم بيبقوا عايزين نفس الحد. فهو انت البروفايل بتاعك مش هيختلف على حسب الوظائف المختلفه، مثلا على افتراض انت بتقدم على وظيفه كوربريت او في شركه كبيره. ولهذا السبب يعني الجزء ده انا شايف ان هو انت تخليه ثابت زي ما هو، وتبدا ان انت تحط الخبرات بتاعتك، الصيدليات اللي كنت اشتغلت فيها مثلا في مصر او انت تكون اتدربت فيها في مصر، وبعدها التعليم، وبعدها اي تدريب انت كنت اخدته، واللغات والمهارات. موضوع بسيط مش محتاج اكتر من كده. وفي الاخر بتحط الامضه بتاعتك عليه، بتكتب الامضه بتاعتك على اي ورقه بيضه، بتصورها وتاخد الصوره دي ترفعها في السي في، تبقى الامضه بتاعتك على السيره الذاتيه، والامضه بتاعتك برضو تبقى موجوده على الانشرايبن او الكفر ليتر. ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. بعد ما تخلص السيره الذاتيه بتخش هنا على كفر ليتر وبتكتب برضو كفر ليتر. كفر ليتر ده هو عباره عن زي خطاب صغير في فقرتين او 3 بحد اقصى، بقول فيه برضو لصاحب العمل ده انا ليه بقدم عليك انت بالذات. وده انت مش محتاج يعني تكتبه وانت يعني كل مره بايدك، ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي ان هو يكتب لك خطاب افضل. اللي انت بتعمله في الموضوع ده ان انت بتروح على كلود زي ما انا عامل كده، وفي كلود في الخاصيه بتاعت بروجكتس او المشاريع. فاللي انت تعمله ان انت تروح للمشاريع وتفتح مشروع جديد في كلود، تحط فيه السي في بتاعك اللي انت لسه عامله ده، وتحط فيه باختصار انت بتدور على شغل كايه، انت مرحله الوظيفيه بتاعتك فين. هبعت لك الكلام ده كله في برومت تحت الفيديو، ممكن تاخده كوبي بيست لو مش عايز تكتب، بس يعني اقراه عشان تبقى عارف انت بتقول ايه للذكاء الاصطناعي. وتقول له كلود ان انا هديك المعلومات دي كل مره لما انا اخش على محادثه في المشروع ده، اقرا المعلومات دي الاول، وبعد كده انا هديك اعلان وظيفه، عايزك تديني كفر ليتر مناسب للوظيفه دي. اللي انت هتعمله ان هو كل مره انت بتاخد اعلان، بس خد الاعلان كوبي بيست تحطه في كلود في المشروع ده، هيروح مديك الفقرتين او 3 اللي انت تحطهم في الكفر ليتر دوت. اقراه، اتاكد ان كل حاجه مكتوبه فيه منطقيه، والجزء اللي فوق اللي فيه بياناتك الشخصيه والتاريخ والوظيفه اللي بتقدم عليها ده يعني دي ثابته، وبرده الامضه بتاعتك تبقى موجوده. هل لما انت تقعد تقدم على وظائف كتير وهو انت بتقدم على كلام يعني مش انت اللي كاتبه بالظبط ولكن يعني مكتوب نسبيا بالذكاء الاصطناعي، هقول لك يعني في الاعلان بتاعت الوظائف مفيش مشكله ان انت تعمل دوت، علشان اولا الكلام متماشي مع السيره الذاتيه بتاعتك، ثانيا الاعلانات بتاعت الوظائف اللي بينزلها
بيعملها اصحاب الصيدليات اللي هم ناس مش متمرسه في الاتش ار، مفيش نظام، السيفيهات بتروح دايركت للشخص اللي منزل الاعلان اللي هو غالبا مدير الصيدليه او صاحب الصيدليه، والناس دي ما بيبقاش عندها وقت ان هي تعمل الكلام ده، بيبقوا هم مستنيين فقط حد عامل الورق بتاعه متجهز محترم مكتوب يعني بطريقه بروفيشنال ماضي عليه باين فيه ان انت بذلت المجهود شويه ان انت تقدم على الوظيفه دي. ويمكن انت ما تعرفش ده، بس انا شفت قد ايه في تقديمات كتير بتبقى على الوظائف بتبقى وحشه جدا، يعني بيبقى حتى الناس مش باذله مجهود ان هي عامله الحاجات الاساسيه اللي احنا متكلمين فيها دي، اللي هو يعني لو انت عملت الحاجات دي هتاخد منك بالظبط مثلا ربع ساعه ان انت تقدم على الوظيفه الواحده، وما بيكونش عاملينها حاجات زي مثلا ان انت تبقى باعت السيره الذاتيه بتاعتك بصيغه وورد مش PDF. دي حاجه طبعا غلط جدا، يعني ما ينفعش تعمل كده علشان دي مش صيغه جاهزه، دي صيغه ممكن اي حد يعدل فيها. فلو انت عملت الحاجات الاساسيه دي انا يعني بنسبه 70 80% انت هتبقى احسن من ناس كتير بالفعل اللي هي مقدمه على الوظائف. بعد ما يبقى معاك الوثيقتين الاساسيين دول اللي هما السيره الذاتيه وخطاب الدوافع او الكفر ليتر، محتاج يبقى عندك اثبات ان انا بتكلم الماني كويس، عشان دي الحاجه الفيصل في الموضوع اللي هتقول ان الشخص ده هل يستحق ان انا اضيع معاه وقتي ان انا ادعيه وان انا اعمل معاه مقابله ولا لا. تثبت ده بانك يا اما ترفق نتيجه الامتحان ان انت نجحت في امتحان اللغه الطبيه اللي انت لسه اخده، عشان ده غالبا اقرب حاجه والحاجه اللي بتقول ان احنا كنقابه صيادله او يعني وزاره الصحه ما عندناش مشكله ان الشخص ده عنده الماني كفايه ان هو يشتغل في صيدليه، او ان انت ترفق في اخر شهاده لغه انت خدتها زي مثلا B2 الماني لو شهاده امتحان اللغه الطبيه لسه ما صدرتش. على كل حال انت بترفق المستندات دي بالايميل، بتكتب ايميل صغير، برضو ممكن تخلي ChatGPT او كلود يساعدك ان انت تكتب ايميل واضح تقول انا بقدم على الوظيفه الفلانيه، ممكن تشوفوا الورق الخاص بالابلكيشن بتاعي في الايميل وانا مستني الرد بتاعك. طيب دي اول مرحله في التقديم على الوظائف اللي هي صعبه شويه علشان كل العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها. ايه المرحله الثانيه السهله في التقديم على الوظائف؟ المرحله الثانيه لو انت خلصت معادله الحمد لله وربنا كرمك وانت بقى معاك ترخيص مزاوله المهنه، المرحله دي اسهل ليه؟ اولا عشان ما عادش عندك اي ضغط سواء من الوقت او الاقامه مثلا، او ان انت بتدور على شغل في ولايه واحده بس. لو انت خدت ترخيص مزاوله المهنه فانت تقدر تشتغل في اي حته في المانيا، انت غالبا بقى عندك خبره شويه ولغتك بقت احسن بكتير علشان انت نجحت في امتحان التعديل اللي هو امتحان مش سهل وبالالماني، وهيبقى عندك رفاهيه ان انت تختار المكان اللي عرض شغل احسن ماديا، المكان اللي انت عايز تعيش فيه، والعجز في الوظائف بتاعه الصيادله اللي معاهم ترخيص اعلى بكتير من اللي معاهمش ترخيص. عشان كده انت هتتابع نفس الخطوات اللي احنا لسه قايلينها، بس بتقدم على الاعلانات بتاعه الوظائف ان انت كصيدلي مرخص. وعلى فكره لو انت لسه على البر خالص ما تعرفش ازاي السكه من الاول ان انت تمشي فيها علشان تبقى صيدلي في المانيا، انا عملت فيديو مفصل بالورق والخطوات كلها ممكن تشوفه، هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ولو انت حاسس ان الفيديو ده عجبك ما تنساش تشترك في القناه علشان بقيه الفيديوهات اللي انا بعملها تكون برضو مفيده ليك. لو انت ماشي في طريق سفر انا بتمنى لك كل التوفيق واشوفك فيديو جديد.